فيلمنا النهاردة بيبدأ في أكبر سيرك موجود في قارة أمريكا الشمالية، واللي بنشوف فيه عرض استعراضي للخيول مع واحدة جميلة اسمها ميلا، واللي بيكون معاها زوجها اللي اسمه جيم وبنتهم الصغيرة اللي اسمها لاكي، واللي بنشوفهم وهم قاعدين وسط الجمهور وبيتفرجوا على استعراضات ميلا بالحصان بتاعها. وبيظهر جيم وهو مبسوط جدا بعرض زوجته ميلا، وكمان بنشوف لاكي اللي بتفضل تاكل من طبق الفراولة اللي قدامها بنهم شديد، وبنعرف إنها بتحب الفراولة جدا. وفي الوقت ده بتعمل ميلا حركة استعراضية خطيرة، ولكنها للأسف بتقع بالحصان بتاعها وبتموت قدام زوجها وبنتها. فبيتصدم جيم من موت زوجته، وبنعرف وقتها إن جيم اتعقد من الخيول وبقى بيكرهها جدا بسبب اللي حصل لزوجته ميلا. وبنشوف بعدها جيم اللي بيستصعب مهمة تربية بنته لاكي لأنها لسه صغيرة، وبيقرر إنه يسيب مهمة تربيتها على أخته كورا ووالده جيمس. وبيسافر جيم لبيته القديم وبيبعد عن بنته نهائيا، وبيرجع تاني لشغله في السكة الحديد لأنه بيكون حابب يعتمد على نفسه بعيدا عن نفوذ والده. وبعد مرور سنين كتير بنعرف إن لاكي اتربت في بيت جدها جيمس لحد ما كبرت وبقى عندها 10 سنين، وبتكون لاكي عايشة وحيدة بعد ما والدتها ماتت ووالدها اتخلى عنها. وفي يوم من الأيام بنشوف لاكي وهي قاعدة بتلعب مع سنجاب صغير في أوضتها، وفي الوقت ده بتدخل عليها عمتها كورا وبتطلب منها تبطل شقاوة، وبتقول لها إنها لازم تذاكر دروس الفيزياء بتاعتها، وبتعرفها إن الجد جيمس داخل على انتخابات لمنصب محافظ البلدة. وبتكمل كورا كلامها لاكي وبتحاول تفهمها إنها لازم تظهر بمظهر لائق قدام الناس وتبطل شقاوة علشان يعدوا مرحلة الانتخابات دي على خير. فبتشتكي لاكي لعمتها كورا وبتقول لها إنها حاسة بملل شديد لأنها ما عندهاش أصدقاء، وإنها كمان ما بتخرجش خالص من البيت. وبتكمل لاكي كلامها وبتسأل عمتها عن فايدة دراستها للفيزياء اللي بتتعلم فيها قياس سرعة القطار مع حساب المسافة. وبتحاول لاكي تفهم عمتها كورا إن كل المعلومات اللي هي بتدرسها دي ملهاش أي لازمة، وبالرغم من إن لاكي ما بتكونش مقتنعة بالدراسة إلا إنها بتضطر تذاكر المواد بتاعتها. وفي الوقت ده بيدخل عليهم الجد جيمس وبيطلب من كورا إنها تربط له الكرافتة بتاعته، وده لأن في وفد مهم جدا من المسؤولين والمصورين والصحفيين جايين علشان يصوروا لقاء معاه. وبيبدأ الجد جيمس يشرح لكورا عن الوفد ده، وبيقول لها إنهم جايين علشان يعرفوا منه برنامجه الانتخابي وبيسألوه بعض الأسئلة عن حياته. وبيقرب الجد جيمس من كورا وبيكلمها بصوت واطي وبيقول لها إنه قلقان جدا من إن لاكي تبوظ اللقاء بتاعه وتحرجه قدام الضيوف. ولكن وقتها بتطمنه كورا وبتقول له إن لاكي هتكون مطيعة جدا وإن مستحيل تحرجه قدام حد. فبيطمن الجد جيمس وبيخرج من الأوضة هو وكورا، وساعتها بيرجع السنجاب للأوضة مرة تانية، فبتشوفه لاكي وبتحاول إنها تمسكه، ولكن وقتها بيهرب السنجاب وبيفضل يجري منها وبيبهدل الأوضة. وبينط السنجاب من الدور العلوي وبينزل لتحت، فبتنط لاكي وراه وبتحاول إنها تمسكه. وفي الوقت ده بيوصل الجد جيمس عند باب البيت وبيكون معاه وفد من المصورين والصحفيين، واللي بمجرد ما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا بلاكي اللي بتكون متعلقة من رجليها في حبل نازل من السقف، وكمان بيقع عليهم برواز كبير وبتتقطع الصورة بتاعت الجد جيمس اللي كانت فيه. وفجأة بينط السنجاب وبيمسك في وش الجد جيمس، وساعتها بيروحوا المصورين بسرعة وبيصوروا اللقطة دي، وبتنزل بعدها الصورة دي مع الخبر اللي بيكون موجود أول صفحة في الجرايد. وبسبب اللي حصل ده بنعرف إن الجد جيمس اتضايق جدا من لاكي، وقرر إنه يبعتها مع عمتها كورا علشان تعيش مع والدها جيم. وفعلا بنشوف كورا ولاكي وهم مسافرين بالقطر علشان يروحوا الجيم، وفي القطر بتفضل كورا تتفرج على صورة الجد جيمس في الجرايد، وبيظهر وقتها على لاكي إنها متضايقة جدا لأنها راجعة لوالدها اللي اتخلى عنها زمان. وبتقول لاكي لعمتها كورا إن والدها جيم ما سألش عنها نهائيا خلال ال10 سنين اللي فاتوا، وإنها متضايقة جدا لأنها حاسة إن جدها بيعاقبها بقرار رجوعها لوالدها. ولكن وقتها بتطمنها كورا وبتقول لها إنهم هيقضوا عند جيم فترة الصيف بس على ما يكون جدها خلص فترة الانتخابات دي، وبعدها هيرجعوا له تاني. وبتكمل كورا كلامها وبتدافع عن جيم وبتقول للاكي إن هو كان غصب عنه وإنه كان مضطر يسيبها زمان لأنه وقتها ما كانش هيقدر يتحمل مسؤوليتها، وإن القرار ده كان قرارهم كلهم بالمشاركة مش قرار جيم لوحده. فما بتهتمش لاكي بكلام عمتها لأنها بتكون واثقة إن والدها كان قاصد يتخلى عنها. وبعد شوية بتقوم كورا وبتسيب لاكي علشان تجيب حاجة تشربها من المحطة، وفي الوقت ده بتفتح لاكي شباك القطر وبتشوف حصان بري شكله نادر ومميز جدا، واللي بيفضل يتسابق مع القطر وبيكون وراه قطيع من الخيول البرية واللي بيبان عليهم إن هم عيلته وعشيرته. فبتنبهر لاكي جدا من شكل الحصان اللي بيحرك جواها إحساسها وحبها اتجاه الخيول اللي ورثته عن والدتها ميلا. فبتخرج لاكي من عربة القطر وبتفضل تتنقل من عربية للتانية علشان تلحق الحصان والقطيع بتاعه لأنهم سبقوا القطر. ولكن بعدها بتتفاجئ لاكي بعمتها كورا وهي راجعة، وساعتها بتنط لاكي من شباك القطر وبتمشي على حافة العربة من بره بحذر شديد. ولما بتلاحظ كورا غياب لاكي وبتشوفها من شباك القطر بتترعب جدا وبتتخض عليها وبتجري بسرعة على آخر عربة في القطر علشان تنقذها. ومن ناحية تانية بتقدر لاكي إنها توصل لآخر عربة في القطر، وهناك بنشوف لاكي وهي بتتفرج على الحصان
الحصان وباقي قطيع الخيول. ووقتها بيقرب الحصان من لاكي اللي بتقرب منه هي كمان علشان تلمسه، ولكن فجأة بتفقد لاكي توازنها وبتكون خلاص هتقع. وساعتها بيجي شخص غريب اسمه هندريكس وبيقدر انه ينقذ لاكي على اخر لحظة. وبيبدأ هندريكس يحذر لاكي وبيقول لها ان الخيول البرية دي خطر جدا. وفي الوقت ده بتيجي كورا وبتشكر هندريكس على انقاذه للاكي، وبتروح كورا تاخد لاكي وبيرجعوا تاني للعربة بتاعتهم. وبعد شوية بيوصل القطر للمحطة وبتظهر لاكي وهي متضايقة جدا لان والدها مهتمش انه يستقبلهم في المحطة. ومن ناحية تانية بنشوف هندريكس وهو نازل من القطر ومعاه عصابته، واللي بيقول لهم انه شاف قطيع من الخيول البرية موجودين قريب من المنطقة هنا، وانهم ممكن يصطادوهم ويبيعوهم وبتمنها هيقدروا يجيبوا تذاكر للقطر وهم راجعين، وكمان هيتفضل معاهم فلوس كتير علشان يصرفوها. وفي الوقت ده بتسمع لاكي خطة هندريكس وبتتضايق جدا من اللي هو بيقوله. وبتتفاجئ لاكي لما بتشوف مهرجان استعراض للخيول موجود قريب منهم، فبتستغل لاكي ان عمتها مش واخدة بالها منها وبتروح للمهرجان. وهناك بتشوف لاكي عرض كبير للخيول، وبنشوف مقدم المهرجان اللي اسمه جرينجر، وبنشوف كمان بنته اللي اسمها برو واللي بتكون مشتركة في العرض ده. وبنعرف وقتها ان جرينجر بيمتلك اسطبلات كتير للخيول، وان بنته برو ورثت عنه حبه للخيل. وفي الوقت ده بتلاحظ برو وجود لاكي وبتعرف انها بنت ميلا لانها شبهها جدا. وبتروح برو وبترحب بلاكي وبتديها الوشاح بتاع والدتها اللي هي كانت مدياهولها زمان، فبتفرح لاكي جدا بالوشاح ده. وبيبدأ جرينجر يقدم بنته برو اللي بتعمل استعراض جميل جدا بالحصان بتاعها. وبعد شوية بتوصل كورا لاكي وبتقول لها انها قلقت جدا لما ما لقيتهاش جنبها وفضلت تدور عليها كتير. وبعدها بنشوف كورا ولاكي اللي ما بيكونوش عارفين مكان بيت جيم، وساعتها بيقابلهم ولد صغير اسمه سنيبس وبيكون معاه الحمار الصغير بتاعه، واللي بيعرض عليهم انه يوصلهم للمكان اللي هم عاوزينه مقابل سنت واحد بس. فبتوافق كورا وبتديله السنت وبتسأله عن بيت جيم، فبيقول لها سنيبس ان هو هيوصلهم ليه، ولكنه بعدها بيشاور لهم على بيت معين وبيقول لهم ان هو ده البيت اللي هم بيدوروا عليه. وفي الوقت ده بتيجي اخت سنيبس الكبيرة اللي اسمها ابيجيل، واللي بترمي الحبل بتاعها عليه وبتربطه بيه. وبعدها بتنزل ابيجيل من على الحصان بتاعها وبتاخد من سنيبس السنت وبترجعه لكورا وبتعتذر لها على استغلال اخوها ليهم. وبتتعرف ابيجيل على لاكي وبتقول لها ان والدتها مشهورة هنا جدا وبترحب بيها في البلدة بتاعتهم. ولما بتسمع ابيجيل المقدم جرينجر وهو بينادي على اسمها بتروح تودع لاكي بسرعة علشان تلحق دورها في مهرجان الخيول وبتسيبهم وبتمشي. وفي الطريق لبيت جيم بتفضل لاكي تتكلم مع عمتها كورا عن حبها المفاجئ للخيل، وبتقول لها ان هي لما شافت بنتين صغيرين في سنها راكبين خيول في المهرجان حبت الموضوع. ولكن وقتها بتغير كورا الموضوع لانها ما بتكونش عاوزة لاكي تتعلق بحب الخيل زي والدتها، خصوصا انهم معتبرين ان حب الخيل ده كان السبب في موت ميلا، وده لانها وثقت في الحصان بتاعها جدا لكنه خانها ووقعها وتسبب في موتها. وبمجرد ما بيوصلوا كورا ولاكي للبيت بيلاقوا جيم في استقبالهم، واللي بيرحب بيهم وبيدخلهم للبيت وبياخد لاكي وبيطلعها الدور العلوي علشان يوريها اوضتها. وبيكون جيم عامل لبنته لاكي اوضتها كلها بورق حائط عليه ثمار الفراوله، وده لانه عارف انها بتحبها من صغرها. ولما بيشوف جيم الوشاح مع لاكي بيسالها هي جابته منين، فبترد عليه لاكي وبتقوله ان صديقه والدتها هي اللي اديتهولها. فبيقول جيم للاكي انها كبرت وبقت شبه والدتها جدا. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت كورا وهي بتصرخ، وده لانها شافت فار. فبيسيب جيم بنته لاكي وبيروح يطمن على كورا. وفي الوقت ده بتفتح لاكي شنطه هدومها علشان تبدا ترتبهم في الدولاب، ولكنها بعدها بتتفاجئ لما بتشوف ان في فتحه صغيره في الدولاب واللي بيكون باين من وراه اوضه سريه. فبتزق لاكي الدولاب وبتلاقي فعلا اوضه سريه موجود فيها كل هدوم وادوات والدتها ميلا. وبتشوف لاكي اعلانات قديمه لوالدتها ايام ما كانت بتقدم استعراضات للخيول، وساعتها بتفك لاكي شعرها وبتسيبه يتفرد. وبتفرح جدا لما بتحس انها بقت شبه والدتها في الصور. وبتفرح لاكي اكتر لما بتسمع صوت صهيل الحصان اللي شافته وهي راكبه القطر. وبتروح لاكي تفتح الشباك وبتلاحظ ان الصوت جاي من مكان قريب منهم، فبتنزل لاكي من اوضتها بسرعه وبتروح للمكان اللي فيه الحصان، وهناك بتلاقي اسطبل وجنبه مكان واسع حواليه سور مخصص للخيول. وفي الوقت ده بتسمع لاكي صوت الحصان وهو جاي من جوه الاسطبل، وبيكون واضح على الصوت ان في ناس بتعذبه. وفي الوقت ده بتعرف لاكي من برو ان الاسطبل ده بتاعهم، وان والدها جرينجر مأجره المجموعه من الصيادين. وفجأة بيتفتح باب الاسطبل بقوه وبيخرج منه الحصان، وبيكون هندريكس راكب عليه، وبيجري الحصان لحد ما بيوقع هندريكس من فوقيه. وبيكمل الحصان جري وبيفضل يقرب في اتجاه هندريكس علشان يخبطه، ولكن بيقدر هندريكس انه يلحق نفسه بينط من فوق السور على اخر لحظه. واللي لما بيشوف لاكي قدامه بيقول لها ان هو نصحها قبل كده تبعد عن الخيول لانهم خطر جدا. وبعدها بيتجمع هندريكس هو وعصابته وبيحاوطوا الحصان تاني بالحبال وبيقدروا انهم يمسكوه، وبيبداوا يشدوه ويعذبوه علشان يجي معاهم. وفي الوقت ده بتكون برو راحت تنادي لوالدها جرينجر وبتقول له على اللي هندريكس وعصابته بيعملوه في الخيول،
فبيجي جرينجر وبيزعق لهندريكس هو وعصابته وبيقول لهم ان هو مش هيسمح لمستأجرين زيهم يعذبوا الخيل. فبيتحرج هندريكس هو وعصابته من جرينجر وبيعتذروا له، وبعدها بيقول هندريكس لعصابته انهم لو قدروا يروضوا الحصان ده هيقدروا يبيعوه بفلوس كتير، وبيتفق معاهم انهم هيكملوا خطتهم بكره وبيربطوا الحصان في السور وبيمشوا. وبعد ما بيمشوا بتفك لاكي الحبل اللي الحصان مربوط بيه، وساعتها بتقرر لاكي انها تسميه سبيريت، وبتقعد لاكي مع برو وبيفضلوا يتكلموا وبيتصاحبوا على بعض. وبعدها بترجع لاكي على البيت، وبيجي الليل وبتكون لاكي قاعده بتتعشى مع والدها وعمتها، وفي الوقت ده بيشوف جيم صوره والده مع السنجاب، وبتكون لاكي فاكره ان والدها هيتضايق من اللي حصل لوالده بسببها، ولكن الغريب ان جيم بيفضل يضحك على الصوره. فبتنتهز لاكي فرصه انه بيضحك وبتقوله ان هي عايزه تربي حصان. فبيتضايق جيم جدا خصوصا لما بيعرف ان لاكي قصدها على الحصان البري المتمرد اللي موجود في الاسطبل القريب منهم. وساعتها بيرفض جيم طلب لاكي وبيقول لها ان هو رافض وجود اي حصان في حياتها، وده لان هو لحد دلوقتي مش قادر ينسى اللي حصل لوالدتها زمان. فبتتضايق لاكي جدا من رد فعل والدها وبتسيبه وبتطلع اوضتها. وفي تاني يوم بتصحى لاكي وبتخرج من البيت وبتروح للاسطبل علشان تشوف سبيريت، وفعلا بتوصل لاكي عند الاسطبل، وهناك بتقابل برو اللي بتفضل تتكلم معاها عن الخيل، وبتقول لها ان الخيول البريه محتاجه تدريب خاص وصبر، وان هي لازم تظهر لسبيريت ان هي واثقه فيه علشان يتعودوا على بعض ويكون مطيع ليها، لان الخيول بتحب ان صاحبها يكون واثق فيها جدا. وبعدها بتروح لاكي تدي لسبيريت بطاطسايه علشان ياكلها ولكنه بيرفض. وساعتها بتيجي ابيجيل وبتدي لاكي تفاحه وبتنصحها انها تجرب تاكل سبيريت تفاح، وفعلا بياخد سبيريت التفاحه من لاكي وبيظهر انه بيحب التفاح جدا. فبتفرح لاكي جدا لان سبيريت رضي اخيرا ياكل من ايديها. ولما بتروح لاكي بتلاقي صندوق تفاح قدام البيت واللي بيكون جيم جمعه من الحديقه بتاعتهم. فبتاخد لاكي التفاح من الصندوق وبتروح لسبيريت وبتاكله، وبتفضل لاكي طول الليل تاكل سبيريت من التفاح ده، وبيظهر وقتها على سبيريت انه سعيد جدا من اهتمام لاكي بيه. وبالليل بنشوف لاكي وهي قاعده مع اصدقائها برو وابيجيل، وبنروح بعدها لهندريكس وبنشوفه وهو واقف بعيد واللي بيكون بيراقب لاكي واصدقائها وبيشوف طريقه تعاملهم مع الحصان، وبيفهم ان الحصان بدا يحب لاكي. وفي تاني يوم بتركب لاكي على ظهر سبيريت لاول مره، ولما بيفتح سنيبس باب الحظيره بيجري سبيريت وبينطلق بسرعه بلاكي، وبيفضل سبيريت يجري بيها ناحيه الجبال. وساعتها بتقرر برو هي وابيجيل انهم ينطلقوا بالخيول بتاعتهم ورا لاكي علشان ينقذوها. ومن ناحيه تانيه بيقلق سنيبس على لاكي وبيقرر انه يروح يبلغ والدها جيم باللي حصل. وفعلا بيروح سنيبس وبيقول لجيم ان الحصان اخد لاكي وجري ناحيه الجبل. فبيتخض جيم هو وجرينجر وبينطلقوا بسرعه في اتجاه الجبل علشان يروحوا ينقذوا لاكي. وبنروح وقتها لاكي وبنشوفها هي وسبيريت اللي بيفضل يمشي بيها فوق منحدرات الجبال، وبنشوف اصدقائها برو وابيجيل وهم وراها واللي بيفضلوا يدوها تعليمات علشان تحافظ على توازنها، واللي لما بيلاحظوا ان باقي المنحدر مكسور بيطلبوا من لاكي انها تنط من على سبيريت بسرعه عليهم علشان ينقذوها. وفعلا بتنط لاكي وبتلحق نفسها على اخر لحظه وبيكمل سبيريت طريقه من غيرها. وفي الوقت ده بيوصلوا جيم وجرينجر لمكانهم، وبيكون جيم قلقان جدا على بنته لاكي وبيفضل يعاتبها لانها ما سمعتش كلامه، وبياخدها جيم على البيت وبيكمل عتابه ليها وبيقول لها ان هي عنيده جدا، وعلشان كده هو قرر يرجعها لجدها جيمس من تاني. فبتحزن لاكي جدا من والدها وبتقوله ان هو كده بيتخلى عنها للمره التانيه، وبتسيبه وبتطلع اوضتها وهي حزينه. وبالليل بتتسحب لاكي من ورا والدها وعمتها وبتخرج بره البيت وبتاخد معاها تفاح وبتروح ناحيه الغابه، وبتمشي في اتجاه شريط السكه الحديد لحد ما بيقابلها سبيريت هو وعيلته وبيتجمعوا حواليها. فبتديهم لاكي التفاح اللي معاها وبتاكلهم، وبيظهروا وقتها الخيول وهم مبسوطين جدا. ولكن فجاه بيجي هندريكس هو وعصابته ومعاهم حبال علشان يصطادوهم بيها. فبتحاول لاكي انها تمنعهم ولكن هندريكس بيزقها. وفي الوقت ده بيوصل القطر وبيبدا هندريكس هو وعصابته يشحنوا الخيول في العربات وبيقفلوا عليهم، ولكنهم مش بيعرفوا يمسكوا سبيريت. وقبل ما يمشوا بتسمعهم لاكي وهم بيقولوا انهم مسافرين بالقطر لحد المينا علشان يهربوا الخيول بسفينه نقل البضايع. وفعلا بيمشي القطر بالخيول وبترجع لاكي تاني للقريه، وبيكون معاها سبيريت لانه واثق فيها ان هي هتساعده وهترجع له عيلته. وبتروح لاكي للاسطبل بتاع جرينجر وهناك بتلاقي برو، وبتبدا لاكي تحكي لها عن خطف هندريكس للخيول وبتقول لها انهم لازم يرجعوهم تاني قبل ما يوصلوا بيهم لسفينه نقل البضايع. فبتطلع برو الخريطه وبتقول للاكي ان المينا بعيد جدا عنهم وانهم لو راحوا ورا القطر مش هيلحقوهم. وساعتها بتفتكر لاكي دروس الفيزياء اللي ما كانتش بتحبها وبتكتشف انها كان ليها لازمه. وفعلا بتحسب لاكي سرعه القطر مع المسافه والزمن، وبتقول لبرو ان القطر لازم يقف في استراحه كل 100 ميل، وبتشاور لها على المحطه اللي المفروض القطر هيقف فيها واللي بتكون في مكان موجود فيه خزان ميه كبير. وبتقول لاكي لبرو انهم لو اختصروا الطريق لحد خزان الميه ده من خلال الجبال هيقدروا يوصلوا للمحطه قبل وصول القطر. وبتحاول لاكي تفهم برو انهم علشان يقدروا يخرجوا
بيخرجوا الخيول من عربات القطر لازم يكون القطر واقف. وفي الوقت ده بتجيلهم أبيجيل وبتعرف منهم اللي حصل وبتسمع خطتهم. وبالرغم من إن برو وأبيجيل بيكونوا مترددين في الأول من إنهم يساعدوا لاكي، إلا إنهم بيوافقوا في الآخر علشان ما يسيبوهاش تروح المغامرة الخطيرة دي لوحدها. وفعلا بيروحوا هما الاتنين معاها بالخيول بتاعتهم. وبتكون لاكي راكبة على سبيريت وبيتجهوا كلهم ناحية الجبال وبيوصلوا لهضبة عالية تحتها وادي كبير، وبيكون في جسر بيربط بينها وبين هضبة تانية. ولما بيلاقوا إن الجسر ده متهالك وبينهار بيجربوا إنهم ينطوا بخيولهم من مكان تاني أقرب. ولما بيجي الدور على لاكي وبتنط بسبيريت ما بيقدروش إنهم يوصلوا للناحية التانية وبيقعوا هما الاتنين في الوادي. ولكن لحسن الحظ ما بيحصل لهمش أي حاجة. وبعد شوية بيقدر سبيريت إنه يطلع تاني من الوادي، وبعدها بيوصلوا لطريق عبارة عن صخور جبلية ضيقة وخطيرة جدا. ولكن لاكي بتثق في سبيريت اللي بيبدأ يعدي من فوق الصخور الضيقة دي بحذر شديد. فبيتشجعوا برو وأبيجيل وبيعملوا زي لاكي بالخيول بتاعتهم، وفعلا بيقدروا كلهم يعدوا من المكان ده. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا المكان قريب من خزان المية، وبيفرحوا كلهم جدا وبيقرروا إنهم يخيموا هنا طول الليل، وفي تاني يوم يروحوا عند خزان المية على ما يكون القطر وصل لهناك. ومن ناحية تانية بنشوف جرينجر وهو داخل الاسطبل بتاعه، واللي بيلاقي سنيبس هناك وبيعرف جرينجر إن برو وأبيجيل ولاكي راحوا يحرروا الخيول البرية من العصابة اللي سرقتهم. فبيقلق جرينجر على بنته وبيروح بسرعة لجيم في بيته وبيقول له إن بناتهم في خطر وبيحكي له على اللي حصل. فبيقلق جيم جدا على بنته وبيروح يفتح مخزن جنب بيته. وفي المخزن ده بيكون جيم صمم عربة قطر سريعة جدا، وكمان بيكون مسميها ميلا على اسم زوجته. وفعلا بيبدأوا هما الاتنين يتحركوا بالعربة وبينطلقوا بسرعة علشان ينقذوا بناتهم. وفي تاني يوم بتسمع لاكي صوت القطر وهي نايمة، فبتقوم بسرعة من النوم وبتلاقي سبيريت بيجري ناحيته. فبتفهم لاكي إن القطر وصل قبل ميعاده، وبتصحي برو وأبيجيل وبينزلوا يجروا كلهم ناحية القطر. ولكن للأسف بيكون هندريكس شاف سبيريت وبيأمر عصابته إنهم يمسكوه بالحبال ويشحنوه معاهم على القطر. وفعلا بيعملوا كده، وما بتلحقش لاكي وأصدقائها إنهم ينقذوا الخيول لأن القطر بيتحرك بسرعة. وساعتها بتحس لاكي باليأس جدا، خصوصا إن سبيريت اتمسك هو كمان. ولكن وقتها بيشجعوها أصدقائها وبيعرفوها إنهم لسه قدامهم فرصة يروحوا على المينا بسرعة ويلحقوا القطر هناك. فبتتشجع لاكي وبتروح هي وأصدقائها للمينا، وهناك بيلاقوا القطر وكمان سفينة نقل البضايع. وفعلا بتقدر لاكي إنها تطلع فوق القطر وبتدخل العربة اللي فيها سبيريت وبتقدر تحرره. ولكنهم للأسف بيكتشفوا إن باقي الخيول خلاص اتشحنوا على السفينة. فبتطلع لاكي بسبيريت فوق رافعة عالية جدا وبتنط من فوقها على السفينة. وفي الوقت ده بيكونوا جيم وجرينجر وصلوا بالعربة للمينا. ولما بيشوف جيم بنته لاكي وهي بتنط فوق السفينة بالحصان بيقلق جدا، خصوصا إن السفينة بتكون خلاص اتحركت. ولكن وقتها بيقرر جيم إنه ما يتخلاش عن بنته تاني، وبيروح هو وكورا وجرينجر وبياخدوا قارب وبيجدفوا بيه ورا السفينة. وفي الوقت ده بتكون لاكي قاعدة بتدور على المكان اللي العصابة حابسين فيه الخيول، وفعلا بتقدر لاكي إنها توصل له وبتحرر كل الخيول. ومن ناحية تانية بيكون هندريكس هو وعصابته بيحاولوا يمسكوا سبيريت بالحبال بتاعتهم. ولما بيقدر هندريكس إنه يكتفه بالحبال بتركب لاكي فوق سبيريت وبتجري بيه ناحية هندريكس وبيوقعوه في البحر. وساعتها بتلاحظ لاكي وصول جيم وكورا علشان ينقذوها، فبينط سبيريت بلاكي في البحر وبينطوا وراه باقي الخيول. ولما بينط جيم في المية علشان ينقذ لاكي بيتفاجئ لما بيلاقي سبيريت بيرفعهم هما الاتنين من تحت المية وبينقذهم لحد ما بيوصلوا كلهم للشاطئ. وهناك بيكون الخيول كلهم فرحانين. وساعتها بتعتذر لاكي لوالدها اللي بيعتذر لها هو كمان، وبيقول لها ان والدتها لو كانت عايشة كانت هتعمل زيها بالظبط، وبيعرفها ان هو فخور جدا بيها وبيحضنها. وبعدها بيروحوا جيم وجرينجر وبيكتفوا هندريكس علشان يسلموه للشرطة. واخيرا بتروح لاكي وبتودع سبيريت هو وباقي الخيول بعد ما بيوصلوهم للغابة علشان يسيبوهم يعيشوا هناك وسط الطبيعة. وبتروح لاكي وبتحضن سبيريت وهي بتدمع. ولما بترجع لاكي للبيت بتقول لها عمتها كورا ان الاجازة خلصت وانها بتحضر الشنط علشان يرجعوا تاني للمدينة. وساعتها بتطلب لاكي منها انهم يروحوا مهرجان الخيل الاول. وفعلا بتوافق كورا وبتلبس لاكي فستان والدتها وبتتمشى مع والدها اللي بيقول لها ان المهرجان ده كان المفضل عند والدتها. وفي المهرجان بيطلع جيم على المسرح وبيقول لبنته لاكي انه ممكن يكون اتخلى عنها زمان، لكنه بيوعدها انه مش هيقدر يتخلى عنها تاني، وبيطلب منها انها تفضل عايشة معاه. فبتوافق لاكي انها تفضل معاه، وبيفرحوا كل الموجودين بالخبر ده. وبيفضل جيم يغني لبنته لاكي اللي بياخدوها باقي البنات وبيرقصوا كلهم سوا. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم احمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.